أكتر علاقة بشوفها بتنهار في الجلسات العلاقة اللي بيكون في طرف جاي عشان يصلح والطرف التاني جاي عشان يثبت إن هو صح ويغلط التاني. أنا روضة الشقيري، مستشارة في العلاقات ولايف كوتش، ودي سلسلة فترضى هنتكلم فيها عن كل التحديات النفسية اللي بتقابلنا وإزاي نتغلب عليها، وإزاي آيات القرآن يكون فيها الحل لكل الحاجات اللي بتقابلنا، وإزاي كمان كل المدارس العلاجية الحديثة بتطبق آيات القرآن. بيحاول يثبت بكل الطرق، والعلاقة دي عمرها ما بتتصلح لأن الطرفين مش عايزين يصلحوا نفسهم، مش عايزين يصلحوا العلاقة. في واحد فيهم عايز بس يصلح والتاني عايز بس يثبت ان هو صح. هو ده اللي ربنا قال عليه من آلاف السنين. ربنا قال في الآية: إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. ربنا ربط الإصلاح بأن هما الاتنين يكونوا عايزين يصلحوا من نفسهم ويصلحوا من عيوبهم ويلبوا احتياجات الطرف التاني ويصلحوا أي حاجة ينفع تتصلح عشان العلاقة تكون أحسن وأهدى وما تكونش ساحة للحرب. لما بيتوفر الشرط ده وبيكونوا هما الاتنين عايزين يصلحوا، العلاقة بتتحسن كتير، ويمكن بتتحسن أكتر ما هما متخيلين، لأن هما الاتنين عايزين العلاقة أهدى وعايزين يحسوا بالاستقرار. خليك دايما واثق، ولسوف يعطيك ربك فترضى.